سبب إصابتي كانت مدرسة ضربتني على رجليا وأنا صغيرة، كان عندي 10 سنين. حصل إن اتحبس الدم في رجليا وأدى إلى غرغرينة في الدم، أدى إلى بتر. كان عندي 10 سنين. ده تخيلي إن طفلة كانت بتجري وبترمح وسعيدة، والدنيا فجأة مرة واحدة إنها تبقى قاعدة على كرسي متحرك، فكان ده كان شيء صعب جدا بالنسبة لي وبالنسبة لأهلي يعني. لكن الحمد لله أنا قمت ذلك يعني بإيمان ربنا وبرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، كنت طفلة بس كنت راضية وكنت مؤمنة قوي، وتحديت نفسي وتحديت الناس إن أنا هكمل، وكملت تعليمي الحمد لله واشتغلت واتجوزت وخلفت وعندي أحفاد كمان دلوقتي الحمد لله. أولا قبل ما اتجوز طبعا انا كنت بلعب رياضه من زمان قوي وانا عندي 16 سنه، وحصلت على مراكز كويسه جدا اولى، وتكرمت من محافظ وكرمت من ناس كتير قوي. بعد كده قعدت عشان خاطر الحمل والولاده والحاجات دي، فاخدت فتره طويله قاعده في البيت. الكل بقى كان يقول لي لا خلاص بقى نسيتي